السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. يوم العيد الصبح طبعا الشارع بيبقى حاجة كده تفرح القلب، من الناس ومن التكبيرات ومن البلالين ومن الحاجات الحلوة. نعمل الشاي بلبن بتاعنا ونفطر بقى، ونفطر من أعمال ايدينا. نفطر البسكوت والكحك والمنين قصد القرص والمعمول وكل حاجة حلوة عملناها وتعبنا فيها. تاكلوها يا رب بألف هنا. حاولي على قد ما تقدري تعملي كده في البيت أجواء فرحة كده، وأجواء سعادة كده ليكي ولبيتك ولأسرتك. ربنا يا رب دايما يجعلكم في فرح وهنا. النهارده بقى هنفطر الفطار ده. طب هنتغدى ايه؟ هنتغدى ان شاء الله رنجة وسردين، والسردين انا اللي كنت عاملاه بايديا. هوريهولكوا دلوقتي. انا جبت السردين ده تقريبا اول الشهر، يعني كنا يوم 2 او يوم 3. انا ما كترتش، جبت كيلو واحد بس من السردين علشان قلت هيبقى فيه رنجة جنبيه. طب بنعمل ايه في السردين؟ بصوا ما شاء الله، ده بعد ما شطفته. اول حاجة لما بتيجي تشطفيه بتمسكي السمكية، بتكون مقلوبة، الديل لفوق والراس لتحت، وبتفتحي الحنفية وتفتحي الراس بتاعت السمكة، تدخلي المية جوه الخياشيم، تنضفيها تماما من اي رملة او طينة او اي حاجة فيها. وبعدين بتوقفيها في المصفى وتسيبيها 3 4 ساعات تصفي اي سوائل جواها. المهم انك ما تمسكيش السمكية وهي ايه، معدولة، علشان المية ما تخشش جوه البطن بتاعت السمكية، مش عايزينها تخش جوه بطن السمكية. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بتحضر بقى معانا ايه؟ شوية ملح عليهم شوية شطة، ممكن تحطي عليهم حبة كركم او لا، ده اختياري. انا بالنسبة لي ما حطيتش كركم، ما بحسش ان هو يعني هيديني نتيجة مختلفة. بتمسكي الراس بتاعت السمكية تحشيها كده بالملح، والملح اللي انا جايباه ده ملح خشن. قولي للعطار عايزة للعطار ايوه عايزة ملح خشن. هتحطي الملح والشطة تقلبيهم على بعض وتكبسي الراس بتاعت الايه، السمكية بتاعتك، وتحطي بقى ترصيهم في قلب شنطة كده او كيس، في جواه رشة ملح برضو من اللي انت عاملاه. وتحطي السمك عكس بعضه، يعني تحطي راس جنبها ايه ديل، راس جنبها ديل، وهكذا. وتقفلي بقى عليه كويس جدا، شنطة جوه شنطة جوه شنطة، وتطلعي الهوا تماما. انا حطيت معاه على الوش كده شوية زيت برضو بيحفظوا، وما بيخليش ما بيخلوش يعني لا قدر الله يفسد. المهم ان انتي طول ما انتي مخللاه، بعد ما غلفتيه كويس كده، يا اما بتحطيه في علبة، يا اما زي ما انا عملت كده في طبق. وكل يوم بتقلبيه مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده، كل يوم تقلبيه قلبة. بعد بقى حوالي اسبوع او اكتر، يعني ممكن 8 ايام كده، لاني عاملاه قلت لكم يوم 2 تقريبا، ففتحت عليه يوم الوقفة. يوم الوقفة بقى بالليل جبت السردين بتاعي اهو، بسم الله ما شاء الله، طالع تحفة، ما فيهوش اي حاجة خالص، وريحته ولا ريحة تضايق ولا اي حاجة، ريحته ريحة عادية خالص. كمان ريحته مش فجة، يعني مش عاملة في البيت لا خالص والله. فرشت بقى فرشة في الارض كده في المطبخ، وقعدت ايه، فتحت السردين بتاعي ونضفته ووضبته، بحيث ان انا اول يوم العيد ما اقفش بقى وما اعملش زفارة ولا اي حاجة. بتفتحي كده تشيلي البطن بتاعته، وتشيلي السلسلة، وتبدأي تخلي كده اللحم بتاع السمكة عن الجلد بتاعها. طبعا السمك ده لما بنشطفه ما بنقشرش القشر بتاعه، ما بنكحتش القشر بالسكينة، لا بيتخلل زي ما هو بالقشور المدورة اللي عليه من بره دي. وضبت بقى السردين بتاعي كله كده، خليته بالمنظر ده ونضفته تنظيفة كويسة. و اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت حاسه ان السردين بتاعك مالح شويه، بتعملي ايه؟ بتنقعيه شويه في شويه ميه. بعد ما تفتحي عليه بتنقعيه في شويه ميه عادي، ميه من الحنفيه تشد بس الملح الزياده اللي فيه. طبعا طبعا الطريقه فاتتكم، ولكن ممكن تعملوا نفس اللي انا عملته ده كله علشان تجهيزات شم النسيم. كل سنه وانتم بالف خير. وضبت كمان طبق من الرنجه،
ادي السردين بتاعنا، بصوا لونه وردي وجميل ما فيهوش غلطة. وضبت طبق رنجة وقشرت البصل الأخضر، وده كان غدانا أول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين. أكلة كده يعني وارثينها تقريبا من الأجداد، فبتبقى خفيفة وسهلة، بدل ما تقفي تشغلي بوتاجاز وتعملي أكل.